السلام عليكم. اللي دايما بيشتكي ان الرز بيعجن منها او مش بيستوي كويس، فالفيديو ده ليكي. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بالشعريه، انما ايه حكايه، مفلفل كده وخطير. لو جربتوا الطريقه دي مش هتغيروها تاني. اول حاجه هنجيب حله وهنحط فيها معلقه كبيره من السمنه ومعلقه كبيره من الزيت. بعد ما تسخن كويس قوي هنحط عليها نص كوبايه مكرونه الشعريه ونحمرها لغايه لما تبقى لونها ذهبي كده. وبعدين هنحط عليها كوبايتين من الرز المغسول يكون متصفي كويس قوي، وبنشوحه مع المكرونه لمده دقيقتين على نار هاديه. وبعدين بنحط عليهم كوبايتين وربع من الميه السخنه، وعليهم معلقه صغيره من الملح وباكو مرقه دجاج وورقتين من اللورة، ونقلبهم مع بعض وبنسيبهم على نار متوسطه لغايه لما الميه تتشرب. بعد ما الميه تتشرب كده نقلب الرز ونهدي عليه النار خالص، ونحط تحتيه الشياطه بتاعه الرز ونسيبه لغايه لما يستوي كويس قوي لمده تقريبا تلت ساعه، وكل 10 دقايق نديله تقليبه كده. لو مش حابين تستخدموا مرقه بلاش، انا عموما مش بستخدمها كل مره بعمل فيها الرز علشان طبعا عارفه ضررها. وبس كده خلاص، الرز استوى بقى مفلفل، مفيش حاجه لازقه في بعضها، وطعمه ولا يولع على الاخر. واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي، وباي باي.